بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا في وادي دجله، منطقه الميدل ايوسين الكربونات اللي هو يترسب شالو مارين، وفي حفرات نومولايتس وانتركريشن ما بين الكربونات ونمولات الكربونات والمارل وبعض الشيلز وبعض الحاجات اللي فيها السيلولايت ما بين الشيلز دي، واللي متاثره بتاثيرات البركانيه تمت في الاوليجوسين. بعد كده بنتكلم في عصور 50 مليون سنه او 45 مليون سنه. اتعمل بعض السدود هنا في وادي دجله لحمايه المنطقه من اي يعني سيول زي السد الموجود دلوقتي. الحاجه العجيبه هنا انا دلوقتي صوره من اللايم ستون ورايا، والانتركريشن ما بين الجروبال لايم ستون الشالو مارين وما بين المارلي لايم ستون اللي موجود، اللي هو بيتشال بالايد كده، او الارجيليشيا سبيشيز اللي موجوده اهي. ودي بتبقى مور ديبر في الترسيب عن الكربونات، فده هاي ستاند وده تحتيه بشويه اللي هو بيكون مور ديبر شويه بين الكربونات اللي هو الهارد اللي هو بيتكون في الشالو مارين، وما بين المور شيلي والمارلي اللي هو عامل انتركريشن ما بينهم زي ما احنا شايفين. وده مثال جيد جدا للايوسين اللي موجود عندنا في الميدل ايوسين حوالين القاهره في وادي دجله. الحاجه العجيبه انا شفتها هنا ان في ايه؟ ان في خشب متحجر في مرحله التكوين اهو، في صلب من تحت كده نتيجه الستريسيفيكيشن اللي تم عليه، وبينما من فوق لسه سوفت لانه لسه ايه فوق ما عملش لسه ستريسيفيكيشن كامل. فده خشب متحجر واقع من الاوليجوسين تمام معانا، ولسه في مرحله الايه؟ في مرحله التكوين الكامل. دي جزء منه اهو وبس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى اللقاء.